هو أنا فعلًا شخص مُفرط الحساسية والّا الناس ظلماني؟ هاقول لك النهارده على 7 علامات لو موجودين فيك كلّهم أو معظمهم يبقى أنا شخص مُفرط الحساسية، ولكن قبل العلامات محتاجين نعرف جملة مهمة جدًا. الحساسية المفرطة مش ظلم ومش اتهام ومش حكم، دي نمط ربنا بيخلق بيه البني آدمين، بيخلقهم بشكل مختلف، مختلف بيولوجيًا ومختلف نفسيًا، فبيخلّي استجابتهم للأشياء، تعاملهم مع الحياة، تفكيرهم وردود أفعالهم مختلفة، فبيحتاج الشخص مفرط حساسية إن هو يبقى فاهم عن نفسه. تعالَ بقى نشوف ال7 علامات اللي يقولوا لي إن أنا فعلًا شخص مفرط الحساسية، والعلامات كتيرة أوي ولكن دول أشهر 7 ومش هتلاقيهم بسهولة مكتوبين أو موجودين في أي حتة تانية. واحد باتأثّر بالأصوات العالية، أيوه، تأثُّر شديد لدرجة إن هي ممكن تعمل لي حالة من التوتُّر والاستثارة وأبقى منفعل ومشدود جدًا ومش فاهم إيه اللي حاصل، بس لمُجرّد إن في حواليّا أصوات عالية. 2 بتستوعب وتقدّر مشاعر الناس بسهولة. لأن تكويننا اللي ربنا خلقنا بيه بيخلّينا نحس باللي الآخرين حاسين بيه بالضبط، كإنها مشاعرنا إحنا، حتى لو الآخرين دول مش عارفين يحسّونا ومش عارفين يستوعبونا، إحنا بنبقى فاهمينهم وعارفين أو مستوعبين المشاعر اللي هُم بيمرّوا بيها كويس جدًا. 3 القلق الزايد في المواقف الاجتماعية المختلفة. بنشيل هَم المواقف الاجتماعية أوي، بنحسب حساب هنتشاف إزاي وهيتبص لنا إزاي وهنقول إيه وهنعمل إيه، خصوصًا بقى لو الموقف الاجتماعي مع ناس غريبة أو ناس جديدة، القلق الاجتماعي ده بيتضاعف وبادخل في حالة توتر شديد، ومش محتاجين نقول بقى التوتر بيعمل إيه في جسم الإنسان. رقم 4 ودي unfamiliar جدًا وهي الحساسية للعدالة. أيوه، الأشخاص مفرطي الحساسية إحنا عندنا حساسية عالية تجاه العدالة، عايزين العدالة تتطبّق في كل حتة، وفي كل حاجة، وفي تعاملات الناس معانا، وكل حاجة تبقى ماشية تبع القيم والأخلاق والأصول which is good طبعًا وحلو، ولكن مهم أفهم إن ده مرتبط شوية بنمطي مفرط الحساسية، وكمان ده بيدخّلني كتير في حالات من الاستياء والغضب وعدم قبول الحياة والناس والعلاقات. رقم 5 القرارات السريعة. القرارات السريعة مالها؟ صعبة علينا. مهما كنا عندنا كفاءة وذكاء وقوة وتمكن صعب علينا ناخد قرارات سريعة. ليه؟ لأن أنا بافكر في كل السيناريوهات وباحسب كل الحسابات وبتبقى موجودة في دماغي بشكل أنا مش متعمد إن أنا أوجده. لكن هي موجودة اوتوماتيك فبالتالي باحسب حسابات كتير واحيانا بنضيع مننا فرص مهمة قوي بسبب تأجيل اتخاذ بعض القرارات. رقم 6 بنستنزف بعد المواقف الكبيرة، خصوصًا المواقف اللي فيها emotions عالية أوي، زي حد مُقرّب ليّا وعنده مشكلة كبيرة أو بيفضفض في حاجة تقيلة عليه أوي، اللي بيحصل إن أنا باخرج من القعدة دي مُستنزف، الجسم نفسه بيبقى تعبان وأحيانًا بيبقى مؤلم وكإنه في حالة إعياء والنفس مُحمّلة ومُثقلة وكإني خلاص على آخري مش عارف أستوعب حاجة تاني. العلامة رقم 7 والأخيرة هي الحساسية الشديدة للانتقاد. والانتقاد بشكل عام شيء مش محبب، ما حدش بيحب ينتقد، ولكن إحنا كأشخاص مفرطي الحساسية اضرب حساسيتنا في الانتقاد للانتقاد في 10. واقع الكلمة علينا بيبقى موجع حقيقي، ما بنتقبلش بسهولة فكرة إن حد ينتقدنا أو حد يحكم علينا وبيبقى تأثيرها النفسي علينا أضعاف التأثير النفسي للانتقاد على أي حد تاني. قُل لنا بقى لقيت إيه من ال7 دول موجودين فيك وبنسبة قد إيه موجود فيك؟